100 مليون كل 3 شهور 4 شهور، راه الحماق هذا. واحد السؤال مهم، واش كاع هاد الناس اللي كيديروا التجاره الالكترونيه كيربحوا؟ واش دوك الارقام كاملين اللي كنشوفوا واش ربح؟ لا الاخوان. واحسن حاجه هو الاستفتاء اللي دار الصديق ديالي يحيى هو هنايا، راه كتشوف راه 21% ديال الناس اللي كيديروا التجاره الالكترونيه كيخسروا. هادو اللي معنا في السعودي نيتورك خدامين كيشيفروا، ولكن الاخوان راه ما يفوق 79% رابحين. وهاد 79% اللي رابحين راه مقسمه تمايا، راه 28% ديالهم كيدير اكثر من 20% الربح. هادشي بلا ما ندوي لك على وحدين اللي انا كنعرفهم شخصيا كيدير 30% الربح و40% الربح. حنا الاخوان شنو قلنا؟ الهدف ديالنا من التحدي هو نجيبوا الناس اللي داروا اكثر من 100 كا. علاش؟ باش يوليو يديروا مليون دولار. الا ردينا كيدير مليون دولار وخليتي ضرب منها اخويا 10%، راه 100 مليون هذيك في 3 شهور 4 شهور. راه الحماق هذا، راه ما كاين هادشي حتى في شي اندستري الاخوان. هادشي الاخوان مشينا لواحد السيناريو اش تنسميه سلبي بزاف. يعني غادي نانفيستيو في خونا حنا ستوك وقت ما خصو فلوس ومول وبيدجي وسربي ليه الفلوس ديالو اليوم، ما تقوليش